ما عندناش لعيبه، ما عندناش مدرب، ما عندناش جمهور، ما عندناش مكرونه بشاميل. قول لي بصراحه، ايه رايك في اللي حصل امبارح ده يا كابتن شوقي؟ لا لا لا، اللي حصل ما يرضنيش طبعا. ما يرضيكش بس كده؟ ما تقول لنا يا كابتن شوقي تعليقك على المباراه يا كابتن شوقي. انت بس متعصب ليه يا مذيع؟ والله يا مذيع انا ما شفتش الماتش اصلا، يعني كان في عركه في القهوه على حجر معسل وكوبايتين شاي بليمون. ازاي يعني حتى كمان ما عندناش متفرجين؟ روق بس روق، انا سمعت ان الولا ماني يعلم علينا تاني. معانا على الهواء مباشرة الكابتن حسام مدرب المنتخب. مساء الفل يا كابتن حسام. مساء الفل يا ابراهيم. مين بس اللي معاك في الاستوديو الاول كده قبل اي كلام؟ معايا الكابتن شوقي الدمياط يا كابتن حسام. ازيك يا حس، عامل ايه؟ مساء الفل يا كابتن شوقي يا عم الناس. والله انا عايز اجابه واضحه وصريحه، ليه خسرنا يا كابتن حسام؟ عشان جه فينا جون يا ابني، انت عبيط ولا ايه؟ ايوه انا اقصد ليه ما كسبناش، يعني ليه ما كسبناش؟ ما هو عشان خسرنا يا ابني. معلش يا حس، هو بس يقصد ايه اسباب الخساره يعني؟ ما هو لازم نخسر يا كابتن شوقي، اللعيبه متعشيه فسيخ ورنجه. احلف بالله، جابوا فسيخ منين؟ من نبراه ولا منين؟ والله ما اعرف يا كابتن شوقي، انا دخلت عليهم لقيتهم بيقول لك دش لك بصل يا كابتن وتعالى العيش سخن. دش لك بصل يا كابتن وتعالى، كان رد فعلك ايه يا كابتن على الاستهتار اللي حصل ده؟ لا طبعا خدت موقف، دشيت بصله ودخلت معاهم، ما هي بصراحه قعده الرجاله ما تتعوضش. بس بيني وبينك يا حس، كابتن لكابتن يعني عيب قوي نبلع من السنغال 3 مرات ورا بعض. ده الواد رزقنا جون عنب، ده حتى الشناوي ما شافش الكوره. صدق بمين يا عم شوقي؟ بقول لي الشناوي ما اترمتش على الكوره ليه؟ قال لي في حد قال انا الجول. لا 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 لا. طب وده اسمه كلام يا جدعان؟ طب والعرضيات، طيب ما اشتغلتش على العرضيات ليه؟ طب اسال انت اللعيبه كده. بقول لي فتوح عرض كتير، بيقول لي ابويا قال لي ما تعرضهاش على حد. يعني ما عندناش لعيبه، ما عندناش جمهور، ما عندناش مدرب. ما تسكت يا عم المذيع ده انا بقول لي هنمسك ماني، قال لي هو عليه حاجه ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب ما غيرتش ليه الخطه يا حس؟ ما بدل ما انت تلعب 3-5-2 ما غيرتش ليه 0-15؟ ده شبكتها حلوه قوي في المغرب. والله يا كابتن شوقي اعمل لهم خطه ما تخرش الميه، بس الورقه ضاعت مني، ما اعرفش راحت فين الصراحه. قلت لهم اللي يعرف يعمل حاجه يعملها يا رجاله. بس فرق الاعداد البدني الكبير كان واضح بين الفريقين، البدني بتاعهم كان احسن يا كابتن حسام. يا عم بدني ايه بس؟ ده تريزيجيه نزل سخن 5 دقايق قال لي نفسي راح يا كابتن مش هقدر العب. طب ما شدتش ليه على صلاح شويه؟ ابو مكه برضه حبيبنا ونيجي عليه. ربك والحق هو الراجل ما قصرش، بس هو مال عليا كده وقال لي يا كابتن هنلعب شوط واحد عشان في ميكروباص بره بيحمل خط ليفربول، وانا واخد الكرسيين اللي جنب السواق. ما عندناش لعيبه، ما عندناش جمهور، ما عندناش مدرب. عامة هارد لك يا حس، ان شاء الله ناخد افريقيا المره الجايه. لا مره جايه ايه؟ ابراهيم اخويا راح جاب شويه رجاله من نجع عبد رسول وطلعوا على مقر الاتحاد، ان شاء الله هيقلبوا الكاس ويجوا مقضيه باذن الله. يا نهار ازرق، هتسرقوا الكاس؟ ما تقول حاجه يا مذيع. ما عندناش لعيبه، ما عندناش مدرب، ما عندناش جمهور.